السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. قبل ما أبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتكتبوا لي كومنت حلو كده وتشير الفيديو لحبايبكم كده عشان القناة تكبر إن شاء الله. وبحب بس ببدأ الفيديو برضو أشكر الناس اللي اشتركت عندي جديد، وبشكر برضو الناس اللي كتبت لي كومنتات. بشكركم على الكومنتات الحلوه دي اللي زيكم، ويا ريت كده كله كده يكتب لي كومنتات كده، بلاش 2 3 4 هم اللي بيكتبوا لي. يا ريت كل اللي بيشاهدني وكل اللي مشترك في القناه يكتب لي كومنتات، عشان الكومنتات دي بتفرحني وبترفع من روحي المعنويه كده وتخليني اعمل فيديوهات يعني. ويا ريت تكتبوا لي كده في الفيديوهات عاوزين نعمل لكم ايه مثلا في الفيديوهات، يعني مثلا احدث من القناه اعمل ايه مثلا. فضلا وليس امر يعني تشتركوا في القناه وتعملوا اللايك وتشير الفيديو. النهارده طبعا هعمل لكم روتين مسائي. النهارده انا نزلت زي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل ده. بنتي كانت عاوزه تعمل الترميم في شعرها وعملته بالفعل يعني. بس نزلت طبعا معاها، رحت اللي معاها تعمله يعني. يا ريت كده اللي يعرفوا هو حلو للشعر ولا مش يعني، ولا بيضر الشعرايه ولا ايه. بس انا اللي عملت عندها واحده يعني واثقه فيها كده، ويعني خبره مش اي حد وخلاص يعني. الحاجات دي بلاش تعملها عند اي حد وخلاص، اعمليها يكون حد موثوق منه يعني، تكون انت واثقه فيها يعني. عملتها عندها ويعني هي حلوه يعني، ده حلوه كده، وهي حسابها يعني بني ادمه كويسه يعني. ما بعملش عند اي حد وخلاص، لازم ابقى عارفاها ومتاكده منها يعني. عملت عندها الترميم ده وادتني، كنت تحت يعني، وقوم جبت شويه حاجات وادتني كمان المجموعه دي. قالت لي لازم كمان المجموعه دي تحطيها يعني، ما تشتريش اي حاجه من الصيدليه وخلاص، لازم المجموعه دي تحمليها للشعر، عشان لو ما عملتيش المجموعه دي شعرك هيرجع زي ما هو. ومهوريها لكم المجموعه يعني وحد يعرفها. دي البلسم، وده الشامبو، وده حمام الكريم، وده السيرم. الاربع حاجات دول يعني، دول مديهم لي كده. قالت لي تغسل مره واحده في الاسبوع عشان الشتاء يعني الشعر ما بيعرقش. وما قالت لي مره واحده في الاسبوع، مره تحط الشامبو ده لازم تغسلي بيه، مره الكريم ومره البلسم. قال الشامبو ده لازم كل مره والسيرم برضو كل مره. بس قالت لي الغسيل كل اسبوع مره واحده. قلت اوريهم لك يعني، لو حد يعرفه كده يقول لي ايه الاخبار يعني. حلوه، هي اول مره تعمل في شعرها كده يعني. ما اعرفش الحاجه دي بتضر الشعر ولا لا، بس انتوا عارفين البنات طبعا في السن ده بتحب الشعر يبقى ناعم كده وحلو. محبش ازعلهم كده وعملته يعني. وطبعا جبت لهم التوبين دول للشعر يعني. هي قالت لي برضه بلاش التوك الاستك دي والحاجات دي، قالت لي بلاش منها عشان هي اللي بتبوظ الشعر. وطبعا الشعر هتاخد وضعيه التوكه، قالت لي بلاش منها، خليكي في البنس او المشابك دي. جبت دي اللي كانت قدامي يعني، قلت اجيبها وخلاص يعني، لغايه ما الاقي حاجه كويسه تاني بجيبها يعني. دي كانت عامله 10 جنيه دي الواحده، جبت 2 يعني. هتأدي الغرض طبعا. انتوا عارفين الشعر لما بيتعامل كده ما بيحتاجش حاجه معاه يعني، ما بيحتاجش توك كتيره يعني. بس هي عشان تلم شعرها، لو هتصلي تلم شعرها مثلا، هي بتعمل حاجه كده ما يضايقهاش يعني. بس هي برضه حابه تسيبه يعني. بس انا جبت التوك دي الواحده كانت عامله 10 جنيه. ويا ريت تقولوا لي في الكومنتات الترميم ده اخباره يعني، بيضر الشعر ولا كويس ولا ايه. هي قالت لي افضل حاجه للشعر هو الترميم ده، ما بيأثرش على الشعر يعني. وبرده كان عجبني شبشب الحمام ده، قوم جبته يعني ليا انا ده، البسه في الشقه يعني كده حلو وخفيف كده وعجبني لونه. قلت البسه طبعا في الشقه كده. لقيت سعره كده معقول 50 جنيه يعني. لقيت سعره 50 جنيه، سعره مش حاجه يعني، 50 جنيه ده. جبته يعني. رايكم؟ يا ريت تقولوا لي رايكم في الفيديوهات اللي بعملها، حلوه عجباكم يعني. وطبعا كان لازمني شويه حاجات، قلت طالما انا تحت زي ما انا بقول لكم، انا ما بجيبش الحاجات بالاسبوع، لما بجيب الحاجه بجيبها يعني، بعوز بجيب. وانا تحت برضو لقيت الناقص، بصيت في الثلاجه شفت الناقص اللي عندي، لقيت في حاجات ناقصه كده، قلت اجيبها وانا تحت بالمره يعني. نزلت بعد ما صليت العشاء. رحنا هي عندها دي عملت لها شعرها، بعد كده رحنا السوق يعني. جبت بيض، جبت بيض ابيض ده زي ما انتوا عارفين يعني. جبت 20 بيض يعني، 20 بيضه. طبعا استهلاكنا في البيض كتير طبعا، في السحور ده يوميا بيض لازم يعني. وجبت طماطم، بس جبت كيلو واحد طماطم بس، ما كترتش يعني عشان لقيتها مش حلوه. انا بقول لكم ما بحبش انزل السوق بالليل يعني، ما بكره انزل السوق بالليل
بس ايه، انا لقيت روحي تحت قلت ايه بالمره كده اشوف الحاجات اللي ناقصه عندي واجيبها وانا تحت على طول يعني عشان ما انزلش تاني. جبت كيلو واحد 15 جنيه الكيلو. وجبت ايه تاني، اللهم صل على النبي، جبت كيلو مخلل ده برضو كان 20 جنيه ده العرض. طعمه حلو ده يعني، ما تقوليش ان هو رخيص هيبقى طعمه وحش، لا طعمه بيبقى حلو، بنحطه على الفطار يعني. وكان عنده سمنه جنه وكريستال وروابي، بس ايه هم بيبيعوا السمنه ايه بالكيلو، بتبقى صفيحه كبيره كده مثلا حوالي 10 او 20 كيلو وانت تشتري بالكيلو يعني. قلت اجربها كده، جبت كيلو وكان الكيلو عامل 90 جنيه. نفس برضو العلب اللي بنجيبها بس دي على هيئه ايه صفيحه يعني، الصفيحه بتبقى 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو، بقى انت تاخدي عادي على كميه انت ست عمرك في البيت ما هتشتري صفيحه يعني كتير عليكي. هم ايه بيبيعوا بالكيلو يعني، حبيت اشتري كيلو كده اجربه. ده كان الكيلو عامل 90 جنيه. وجبت باكو الزبدة ده غير غير ندوات الباكو ده كان عامل 135 جنيه ده. بس يا ريت تقولي له دي الاصليه دي ولا المغشوشه ولا ايه، اصل في منها بيقول في نوع مغشوش وفي نوع ما اصلي، معرفش دي المغشوشه ولا الاصلي. يا ريت كده تقولي له كده، لو دي الاصليه تقولوا له، لو دي النوع التاني تقولوا له برضه في الكومنتات يعني. وجبت طبعا بطاطس، جبت البطاطس الكيلو بعمل 10 جنيه، جبت ايه 2 كيلو بس ما كترتش يعني. بالنهار بتبقى نفس النوع ده بس الكيلو ونص ب10، بالليل كانت غالية طبعا ايه، عارفين الليل يعني ايه لحد خلاص يعني. بس نزلت السوق برضه زحمة زحمة زحمة، معرفش ايه الزحمة دي يعني، زحمة فظيعة يعني، بالنهار زحمة وبالليل زحمة. بس انا ما بحبش انزل السوق بالنهار، بالليل بحب ايه انزله بالنهار يعني. بس ايه لما زي ما بقول لكم، لا كنت نازلة لا جبت الحاجات دي، غير كده ما كنتش هنزل. جبت 2 كيلو بطاطس بس. وجبت طبعا جبت كيلو رز، ده رز مطحون ده اسمه دقيق رز ابيض. ده الكيلو كان عامل 40 جنيه. ده بحب اجيبه مطحون، اعمل منه كفته برز ده، بدل ما اطحنه بالبيت كده. وبحس ايه ان الخلاط بيسخن من الرز، هو الخلاط اصلا ما يفضلش ان انت تطحني في رز، احسبه ان هو بيسخن كده وهيبوظ. جبت الكيلو ده بس معرفش ليه غالي كده، عشان الطحن ولا ايه، على انه مش هو 750 جرام بس مش كيلو كمان، بس كان عامل 40 جنيه ده. حتى انا كمان سالته قلت له عندك المطحنه بتاع الرز، قال لي لا. انا كنت يعني لو احسب عنده مطحنه كنت جبت له كيلو رز وطحنته كان هيبقى ارخص من كده، بس هو قال لي لا ما عنديش المطحنه دي. وقلت جبته خلاص. عاد قلت ايه ينفعني في كفته الرز، بحب عشان ايه الخلاط ما يبص مني يعني. جربت اعمل الرز كتير عليه بيسخن وساعات الموتور كمان بيتحرق. كان في كنافه، دي كنافه بلدي دي، مش اسمها كنافه بلدي يعني، لو تعرفوها اكتبولي. مش الكنافه الشعر التانية دي، لا دي بلدي دي نص كيلو، جبت نص كيلو بس. النص كيلو كان عامل، هي الكيلو كان عامل 50، انا جبت نص كيلو. قلت برضه نعمل صينيه صغيره كده نحليبها كده بعد الفطار، بتبقى طعمها مختلف خالص عن الكنافه التانية يعني. الكنافه البلدي مختلفه الطعم خالص لما تحطها في الصينيه، لما تعمليها عن الكنافه التانية الشعر دي بتبقى طعمها حلو برضه. ويا ريت لو وصلت لغايه هنا تكملي معايا الفيديو وما تنسيش الاشتراك واللايك الحلو. طبعا هنا عاد بعد ما وريتكم الحاجات وشلتها وحطيت الحاجات في التلاجة، كان ورايا غسيل، كان لسه طبعا الفطار السحور لسه مش هجهزه دلوقتي. قلت ايه اشوف اللي ورايا الاول وبعد كده جاهز ادخل المطبخ، عشان انا عارفه نفسي لما هدخل المطبخ هطول، عشان انا زي ما قلت لكم فطرنا ونزلنا على طول، ما يعني نزلت كمان وديتها ورجعت صليت العشاء ونزلت تاني يعني زي ما انت قلت لكم في الفيديو يعني. هنا كان ورايا شويه غسيل كده قلت اطبقهم معاكم. يا ريت كده تشجعوني كده وتكتبوا لي كومنتات وتشتركوا وتشاروا الفيديوهات. انا بقول كده ولا حد بيعمل الكلام اللي بقول يعني، بقول لكم كده فضلا وليس امر. وبرضه بشوف الفيديوهات بتشاهد يعني 100 مشاهده وما فيش اشتراكات وكده. انتوا مزعلين خالص والله يعني. انا بحس ان انا بتعب في التصوير والمونتاج ويعني ايه والشاهد يعني، مش هقول لكم مش بالشاهد يعني، بحس بالمشاهده مثلا بتوصل ممكن ل 100 مشاهده وما لاقيش اشتراكات يعني. يا ريت كده فضلا وليس امرا طالما انت شغلت الفيديو يعني اشترك في القناه يعني. الاشتراك مش بفلوس يعني، ولا اللايك بفلوس، ده اللايك ده بس عشان ايه القناه يعني ايه الفيديو اكتر عدد يعني يوصل له الفيديو ويشاهدوا يعني، فضلا وليس امرا. وطالما فتحت الفيديو اشتركوا في القناه برضو عشان القناه تكبر ان شاء الله كده، ونفسي تحقق الشروط بتاعتها. هي لغايه دلوقتي ايه
ما وصلتش ل50 مشترك، يعني مطولة خالص. يعني في ناس بتقول ممكن احقق الشروط في شهر او 2، معرفش الناس دي بتحققها ازاي والله. يعني في شهر او 2 بتجيب كمية المشتركين دي بتعمل ايه مش عارفة. يعني انا بحاول بعمل اللي يعني اللي بقدر عليه والله، الحاجات دي اللي بقدر عليها يعني. لو قولوا لي مثلا انت عاوزين اعمل لكم ايه في الفيديوهات وانا اعمل لكم يعني، يا ريت كده نتواصل مع بعض في الكومنتات. وبحب اشكر اللي هم 2 3 بس اللي بيكتبوا لي تعليقات، بحب اشكرهم والله، بيفرحوني وبيجبروا خاطري بالكلام الحلو ده، ربنا يخليهم ليا يا رب. ويا ريت كده فضلا وليس امرا طالما شاهدت الفيديو دوس على زر الاشتراك، وكده انت اشتركت عشان القناه تكبر ان شاء الله، وان شاء الله هتكبر بيكم. طبعا زي ما قلت لكم انا ما كنتش عامله حاجه اول ما نزلت، ما كنتش عامله حاجه، سبت كده كل حاجه وقلت لما اجي بقى ايه اعمل اللي ورايا. طبعا بعد ما طبقت الغسيل دخلت على المطبخ، كان ورايا مواعين الفطار زي ما قلت لكم، سبت كل حاجه مكانها، فضيت كل حاجه، عاد فضيت الحله لو عايزه تفضى اي حاجه فضيتها، وغسلت عاد المواعين وغسلت البوتاجاز. بس ما جبتش معاكم الحاجات دي كلها عشان ما اطولش عليكم. ومسحت كمان المطبخ كمان، وكان عندي دورة غسيل نشرتها، بس انا ما طولتش عليكم يعني، دخلت على طول في السحور عشان ما اطولش عليكم، على الحوضة زي الفل. قلت بعد ما عملت ده كله خلاص كان السحور خلاص قرب، قلت ايه طبعا عارفين لازم السحور يبقى بطاطس مقلية، يعني احنا بنحب البطاطس المقلية دي على السحور لازم يعني، بنحبها يعني. قلت ايه اجيب كام بطاطسايه كده اللي كنت لسه شارياهم. طبعا الحاجه بالليل بتبقى غاليه عن بالنهار، معرفش ليه البياعين بتغلي الحاجه عن بالنهار، يعني نفس البطاطس دي بجيبها بس بالنهار الكيلو ونص، بالليل بحالب ب10 جنيه ليه معرفش. بس طبعا المضطر هيجيبها يعني، قوم جبتها قلت ايه اقشر كام حبايه كده واقشرهم واقليهم طبعا. وكان عندي كان عندي كم اللهم صل على النبي، كان عندي واحدة بس بتنجان، واحدة قليتها كده يعني، بصيت في التلاجة كده وطلعت الحاجات اللي من التلاجة واتسحرت بيها، سحرنا بيها يعني. يا ريت تقولوا له كده بتتسحروا بيها، اصل احنا خلاص اخر رمضان، وحاسة كل الافكار عملناها يعني، وكل السحور وكل الفطار وكل حاجة الافكار عملناها. ويا ريت تقولوا لي بدأتوا في حاجات العيد ولا لسه، يعني بتعملوا البسكوت في البيت والغريبه والكحك والبيتفور ولا بتشتروهم من بره جاهزين؟ بس انا ما بفضلش اشتري الحاجه من بره صراحة، يعني بحب اشتريها من اعملها في البيت، بحس ريحة الخبيز كده في البيت بركة كده وفرحة يعني. اصل الحاجة دي بنعملها من السنة للسنة يعني، ما بنعملش في السنة، لا بنعملها في السنة السنة. وقلت ايه ان شاء الله السنة دي هعملها معاكم ان شاء الله، بس انا لسه ما بدأتش، مستنية بس على اخر الاسبوع كده ان شاء الله اعملها. لسه حتى ما جبتش الحاجات اللي هعمل بيها البسكوت ولا الغريبة ولا لا الغريبة والكحك هعملهم بالسمنة البلدي اللي كنت مسيحاها معاكم يعني. هحب النهارده السنة دي ان شاء الله اعملها بالسمنة البلدي. انما البيتفور طبعا هيتعمل بالزبدة، والبسكوت برضو بالسمنة. هنا خلاص كنت قشرتهم وهقليهم طبعا ايه. البطاطس بنحبها والاطفال طبعا بتحب البطاطس المقليه، حتى لو هي دول يعني زيت على السحور وكده، بس تعملي ايه طبعا الاطفال الصغيره بتحب البطاطس المقليه. وهنا دي هي دي اللي كانت عندي في التلاجة برضو طلعتها، قلت ايه عشان ما تبص، قلت اقليها بالمره، بيحبوا البطاطس البتنجان المقلي، قلت اقليه برضو. وطالما انت هتشربي ويقول لك رايب بعد السحور او تاكلي زبادي خلاص. هنا انا بحب ارش ملح كده على البتنجان، بينزل الميه اللي فيه كده ما يشربش منك زيت. طالما ترش عليه رشه ملح وتسيبيه شويه، انا رشيت عليه على مقل البطاطس عشان ينزل كل الميه اللي فيه. هنا عاد كنت هالي الزيت، طبعا الزيت ده ما تقوليش لونه غامق، هو لونه كده، هو جاي ده زيت تموين، ده هو جاي اللون ده يعني، ما تقوليش كنت غيرتيه او كنت رميتيه، هو اصلا أنا لسه فاتح الجزازه جديد، بس هو اللون ده معرفش ايه اللون غامق كده ليه. بحب اقلي البطاطس الاول بعد كده الباذنجان. طبعا لقيت الزيت كتير، حشت منه شويه يعني، قلت خساره اصل بعد الباذنجان هترميه يعني مش هتستعمليه تاني، شلت منه شويه. طبعا البطاطس يعني ما بتبهدلش الزيت يعني، ما تعملش، هلا الباذنجان بيعمل فتافيت كده هترميه، شلت شويه وقلت ايه دول كده كده هرميهم يعني. النهارده قليته بس ما عملتش بطماطم، عملته كده مقلي بس. وبرضو الفول ده اللي كنت عامله اللي وريتكم اول مره كده في الفيديو، اول من الفيديوهات طريقه العمل الفول ده، بحب اعمله كده ويبقى موجود عندي، احطه في كيس في الفريزر، اول ما عاوز اليوم اللي هطلع منه
اطلع كيس كده ويفك كده على مهله، وبعد كده اعصر عليه ليمون واحط له سمنه بلدي، لازم احط له سمنه بلدي. بعرفش اكل الفول، ناكل الفول الا بالسمنه البلدي. واحط له كزبره وكمون وملح وكده ويبقى طعمه حلو، واللي بتحليه كمان السمنه البلدي. وهنا كان عندي علبه تونه، طبعا كنت جايباها من مشتريات قبل كده وريتها لكم. بنحب برضو التونه خفيفه برضو، يعني تفضيها كده وتعصر عليها ليمونه وتحط لها كمون، ودي تبقى طعمها حلو يعني. الليمون طبعا بيحوش الزفاره، والكمون كل ده يعني ايه حاجات. بقولوا كده ايه الافكار اللي عندكم؟ انا خلاص خلصت كل الافكار اللي عندي في السحور والله. بحاول كل يوم اعمل كده، بس انا حاسه ايه خلاص وقفت على يعني كل حاجه عملتها، ما اعرفش اعمل ايه تاني والله في السحور. خلاص احنا بقى رمضان عاد هنقضيها ايه اي حاجه كده وخلاص، عشان احنا عملنا كل الافكار زي ما شايفين كده. الكمون والله، ورمضان طالع يجري كده، ما اعرفش النهارده 17 رمضان، يعني رمضان طالع يجري كده، الايام الحلوه بتجري بسرعه. كان بعد عاد ما بعد ما وريتكم المشتريات دي عجبتها بعدين كده، بعد جيبها جوزي هو جاي من تحت، جابها معاه وقلت ايه اغسلها برضو وناكلها بعد السحور. ما بحبش الفراولة تقعد في التلاجة، احنا اصلا ما بنخزنش الفراولة. لو جبنا بنجيبش كميات، يعني بجيب كيلو كده نغسله وناكله وخلاص على كده. كل ما نعوز نجيب كيلو ونغسله وقطعه زي كده ونغسله وناكله على طول. بحس الفراولة لو قعدت في التلاجة كده بتعمل مية كده ومش حلوة. انا اصلا السنه دي ما خزنتش فراوله، ولغايه دلوقتي ما عملتش عصير فراوله. سبحان الله، ما اعرفش ليه عصير فراوله احسبه ان هو مش عصير، حس ان انا بشرب عصير طماطم. هنا طبعا شايفين السحور كان في جرجير برضو، طلعته غسلته، وطحنيه، وده العيش لسه جايبينه، وده شايفين الفراوله انها حلوه ازاي، وده البتنجان والبطاطس، وعملت بيض وجبنه. يعني كان سحور يفتح النفس والله. اتفضلوا معايا. يا ريت فضلا وليس امرا تشتركوا في القناة، واشوفكم على خير ومع السلامة.